كرة القدم فيفا قبول العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكونه الملف الوحيد المتقدم لاستضافة الحدث. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: اتفق مجلس فيفا بالإجماع أيضا على أن العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم ل2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا. وأضاف: في عالم منقسم وافق مجلس فيفا بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930 بالطريقة الأنسب، حيث ستنظم 3 دول في أمريكا الجنوبية الأوروغواي والأرجنتين وباراجواي مباراة واحدة في كأس العالم 2030، على أن تقام المباراة في الملعب حيث بدأ كل شيء في ملعب سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم. وفي وقت